الأصالة والعودة إلى ذكريات الأجداد والآباء من خلال الموسيقى والأغاني التراثية هي السمة المميزة لمهرجان التربية الموسيقي السنوي الذي تشارك فيه فرق فنية تابعة لمدارس الإناث في محافظة الخليل هذا العام. معروف أنه الموسيقى هي غذاء الروح ولها أهمية تنعكس إيجابا على سلوك الطلبة داخل المدرسة والحصص الصفية، وهناك برامج كثيرة نقوم بها بالتعليم، منها التعليم بالترفيه والتعلم باللعب وتضيف الدراما، وتدخل الموسيقى أيضا في مجال تخفيف الراحة النفسية عند الطلاب. المهرجان شكل فرصة لعرض الإبداعات الفنية لبعض فرق الدبكة والغناء الشعبي التي تشكلت في المدارس ضمن مشروع تطوير معلمي التربية الموسيقية. المهرجان هذا مهم لنا بالخليل عشان يعزز جزء من ثقافتنا الفلسطينية اللي هي منها الدبكة الفلسطينية اللي القاعدة زي ما بيحكوا بنسرق تراثنا لصالح ناس لصالح الاحتلال. هو تراثنا الدبكة هي من تراثنا، والغناء الفلسطيني الأصيل الوطني والديني والفلكلوري هو برضو من تراثنا الفلسطيني أو العربي بشكل عام. لا تصبح الغصن الأخضر بيديك. أحلام الطلبة في العيش بحرية على أرضهم كانت واضحة في العروض الغنائية والفلكلورية المقدمة. تعرفنا على أغنية جديدة لمرسل خليفة، عرفنا كلماتها وألحانها، وهي صراحة أغنية عجبتنا كثير، عشان هيك اخترناها عشان نمثل مدرسة نصار العصافرة ونقدمها بهذا بالاحتفال هذا. اتدربنا على الأورج على العزف، برضه احنا ما دربنا يعني، بس انه اهم شيء كان الأورج، بس احنا يعني فقرتنا هلا اللي هي الغناء، بس دربنا كيف بدنا نعزف على الغناء اللي احنا بدنا هلا نغني. المهرجان جاء تتويجا للتدريبات التي رعتها وزارة التربية والتعليم مع برنامج شبكة الفنون الأدائية لتطوير مساقي التربية الموسيقية في المحافظة. هي محاولات لترسيخ الهوية الوطنية من خلال إعادة إحياء الأغنية التراثية التي لطالما اعتبرت إحدى المكونات الأساسية للذاكرة الجمعية الفلسطينية. حمزة السلايمي، تلفزيون وطن، الخليل.